بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: طه حسين ونموذجه في التطوير الذاتي. بصراحة وبموضوعية، هذا الرجل يحير. لماذا؟ لأنه أصلا حصل على الدكتوراه في ابن خلدون ونظرياته الاجتماعية، ودرس علوما مختلفة، ودرس اللغة اليونانية واللاتينية. ولكن عندما تطالع نقده للشعر والشعراء تشعر كأنه حصل على الدكتوراه في هذا المجال، فهو متعدد الاهتمام ومتنوع الاتجاهات. وكأنه يقول: إذا كنت قد سجنت في سجن أن بصري قد كف، إلا أنني سوف أنطلق كطائر محلق في كل السماوات في كافة المجالات. وكتاب حافظ وشوقي كتاب فريد من نوعه، حيث نقد كلا منهما، وتشعر أن لديه رؤية نقدية في الشعر بشكل عجيب. وعندما يقول شوقي عبارات معينة ينقدها ويشير إلى أن التوحيد نادى به سقراط والقدماء، قال هذا كلام غير صحيح، لأنه طبعا له قاعدة كلاسيكية. وفي تقديري أن الأساس الكلاسيكي اليوناني واللاتيني لطه حسين أفاده بشكل كبير. الحق في حرب لديك شريعة، ومن السموم الناقعات دواء. هكذا شوقي يقول. فيعجب طه حسين بشوقي في أشياء، ولكنه أحيانا يقول في مدح كمال أتاتورك: ولدت لهم المآمين الدواهي ولم تلد لهم قط الأمينة. فيقول المآمين تعبير بعيد عن الذوق، ويقول: أخشى أن يكون الأمين قد ظلمه الرواة، وهذه حقيقة مؤكدة بحكم أن التاريخ يكتبه المنتصرون. وطبعا طه حسين كان يريد شهرة، وهذا أمر طبيعي، لكنه كان يريد أن يؤسس لاتجاه جديد. وكونه ينقد أحمد شوقي هذا أمر يدل على قدرة الاثنين، أن يبدع شوقي فينقده طه حسين. وطبعا من واضح من خلال حافظ شوقي ميل طه حسين لحافظ، ويقول أن شوقي كان ماكرا، فأحيانا يتآمر على الآخرين. ويقول شوقي: إن الأراقم لا يطاق لقاؤها، لكن تؤخذ من خلف بأطراف اليد، أي الثعابين. ويعجب طه حسين بحافظ في الرثاء، وبصراحة حافظ بحكم طبيعته الحزينة تفوق على شوقي في الرثاء. ويورد بعضا مما قاله حافظ عندما رثى الإمام محمد عبده، فقال: فيا منزلا في عين شمس أظلني، وأرغم حسادي وغم عداتي، دعائمه التقوى وأساسه الهدى، وفيه الأيادي موضع لبناتي. وعندما قام حافظ إبراهيم شاعر النيل ابن أسيوط برثاء مصطفى كامل قال: أيا قبر هذا الضيف آمال أمة، فهلل وكبر والق ضيفك جاسيا، عزيز علينا أن نرى فيك مصطفى، شهيد العلا في زهرة العمر زاوية. فبالفعل كتاب حافظ وشوقي كتاب رائع. والملفت للنظر أن رغم أن شوقي وجه سهامه طه حسين وجه سهامه لشوقي، إلا أنه بعد وفاة شوقي كتب قال إن حافظ شوقي رحل من الدنيا، طبعا هذا في عام 1932، وكان حافظ هو الذي اختطفه الموت قبل شوقي، حتى أن شوقي رثاه قائلا: قد كنت أوثر أن تقول رثائي يا منصف الموت من الأحياء. يظهر طه حسين إعجابه الشديد بشوقي، قال: يا للطبيعة الخصبة، يا للقلب الذي فطر على الذكاء. فانظر كيف أن طه حسين الذي تخصص في النظرية الاجتماعية كما يقال وكتب عن ابن خلدون ينطلق إلى مجالات أرحب.
ثم أنه اتجه إلى التحقيق فقام بتحقيق ومعه آخرون طبعا بتحقيق كتاب ابن سيدة البطليوسي المخصص في اللغة، وهو معجم ضخم للغاية، بالإضافة إلى كتابه أيضا له كتاب آخر في مجال اللغة. فمعنى هذا أنه اتجه إلى التحقيق، ثم أنه اتجه إلى الترجمة، والترجمة كتاب أرسطو نظم الأثينيين. فمعنى هذا أننا أمام حديقة كبيرة، وأنه كان صاحب مشروع، وكتب الرواية وكتب المقال وكتب دراسات أدبية ونقد الشعر، وبالفعل وكتب الدراسات التاريخية. فنحن أمام رجل موسوعة طور نفسه بشكل عجيب، ولأول مرة نجد رجلا ثورجيا رغم أن بصره قد كف. فأن يكون كفيفا وأن يكون ثوريا وأن يحدث نقلة ضخمة، هذا شيء رائع يذكر لابن المنيا طه حسين. وقلت من قبل أن القضية فيها جانب جيني وليست القضية عشوائية. فالمنيا التي يعشق أبناؤها أن يسموها بعروس الصعيد هي التي أتى منها أخناتون الذي دعا إلى التوحيد، ونصوص تل عملنا خير شاهد ودليل، وقد أثرت في المزمور 104 من مزامير النبي داود. فهي جينات حضارة مصرية قديمة ومطعمة بالحضارة الإسلامية. فإذا غلفت هذا وذاك بإرادة لا تلين ورغبة في تحدي الإعاقة كي يثبت أن الآخرين هم الذين كانوا من معاقين، وأنهم طلقة مثل الطيور في كافة السماوات، أدركنا قيمة هذا الرجل العظيم. شكرا جزيلا.